بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس الموقر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي نعتز به وبعروبته وبإحساسه لكرامة المواطن المصري والعربي، والذي نلمس ذلك من تحركاته ومشروعاته سواء داخل مصر أو لمساعيه الدولية لرفع شأنها وشأن العرب أجمعين. ونلمس الأمور الخاصة والشخصية لبعض الناس التي يحفظ لها كرامتهم ونراها بأعيننا جميعا، ومن هذا المنطلق نحن نتوجه إليه للحفاظ على كرامتنا وعلى حقوقنا قبالة الحكومة السورية. لقد قرأنا تصريح من الخارجية المصرية العام الماضي وهو الدفاع عن كرامة المصريين بالخارج، وما يؤسفنا أن إدارة القنصليات بالوزارة الموقرة لا تطبق ذلك، سواء كان الموضوعات بالخارج أو حتى داخل مصر، ونشرح ذلك. نحن نلتقي مع سيادتكم في الفكر القومي والعروبي، ووفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك في فكرة إصدار الفياتة باللغة العربية، فكان فكرتنا في العام 2003 وأصبحت مصر رائدة لذلك. ثم وفقنا الله سبحانه وتعالى بعد مساعي 4 سنوات في عام 2007 بإعلان الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات التابع لجامعة الدول العربية ومقره بالإسكندرية، وكان هذا سعينا وفكرنا ووفقنا إلى ذلك. الخطوة الثالثة أفاء الله سبحانه وتعالى بها علينا من خلال شريكي وخال أولادي المواطن السوري محمد فراس موسى كرز بسفينة. هذه السفينة أقمنا عليها شراكة في العام 2008، ومن قبل إقامة الشراكة هو عززها لفضل مصر عليه، فقد حرصت على ألا يعمل وهو يحمل جواز سوري صاحب سفينة عند آخرين وهو في هذا الوضع، فكان يعيش هو وأسرته على ما أرسله له من مال من مصر كرامة وعزة. وكان له إقامة في دولة اليونان التي اشترى منها السفينة، ومن حرص بلده على ذلك وألا تسقط إقامته فكانت تراسله سفارة بلده على ألا يغيب فترة طويلة حتى لا تسقط إقامته خارج اليونان. ولكن للأسف الشديد من وقت ما أقمنا هذه الشراكة في 2008 ظهر لنا ربان ومحامي من بنياس الساحل السوري، للأسف الشديد زوروا مستندات باسم الشركة مكنت هذا الربان بالتعيين عليها وتوجه بها أعالي البحار بدون أي معلومات ولا متابعة معنا. فتوجهت لشريكي بسرعة تجديد إقامته باليونان على ألا تسقط لمتابعة السفينة. فوجئت بأن هذا الربان وأخيه المحامي، ربان يدعى مروان حيدرديب وأخيه أحمد حيدرديب، بمعاكسة شريكي من مغادرة سوريا، وكأن أوضعته في مصيدة في 18 أبريل 2009. وبعدها فوجئنا بالمفتش البحري ميشيل خوري وهو من بنياس الساحل بإصابته بحادث بليغ أدى لوفاته في مطلع مايو 2009، وكان يعد هذا مفتاح للمشكلات التي نعيش فيها حتى الآن. ولكن توفي
ومات معه سرا. ثم اختفى فجأة وهاجر المحامي أحمد شقيق الربان، وأصبحنا لا نستطيع التحرك والخروج من سوريا. للأسف تسلط علينا أمنيين سوريين وابتزونا بعشرات الآلاف من الدولارات، سواء في شكل سيارة تهدى بمناسبة الشراكة، أو سواء بحجة منعه من السفر إن عنده مخالفة من 7-8 سنوات معرفش اتجددت ازاي في 2009، وغطى ذلك أكثر من 5000 دولار، حجج وأكاذيب واهية لم ننتهي منها حتى مضى بنا الأيام. وفي حرصي ومتابعته له فوجئت أن هذه المجموعات تمكنت من تجنيد ناس من التصنت على التليفون الخاص به حتى يحكموه من التحرك خارج سوريا، وبالتالي أصبحنا محاصرين. وللأسف الشديد هذه المجموعة بعضهم أوصى شريكي بالتوجه إلى محامي شهير معروف يدعى عمار، وهو معروف للدولة أنه يسكن في مكان معروف وله حلقات تلفزيونية بالتلفزيون السوري. وللأسف الشديد لما اكتشفت التزوير في مسلسلات سفينة سلط علينا أمنيين سوريين كانوا يحبسون الشريك حبس انفرادي في مكان معين في طرطوس، والهدف منه إعاقة تحركنا، وخرج أيضا بتصرفات لا داعي لذكرها إلا في حالة التحقيق بشأنها. ثم انتقلنا بعد ذلك بسبب هذا المحامي وبطئه في التواصل مع السفينة، وصلنا إلى حلول أن أعلنت شريكي في 4 ديسمبر 2009 عبر تليفونه أنني إن لم يحصل تصرف حسن من هذا المحامي سيتوجه بإبلاغ الانتربول. فوجئت به يكلف 4 مقنعين يوم السبت 5/12/2009 بخطف الشريك من منزله والتوجه من بنياس إلى دمشق في مكان أمني تحت الأرض، والإهانة والبهدلة، ولم يخرج ذلك إلا تسطير رسالة إليه أعلنوا فيه إبلاغ بلدينا بهذه الوقائع لا يرضيهم فتوقف عن إيذائنا. ثم تحول بعد ذلك للأسف الشديد هذا المحامي بعد ما تخلص مننا والتواصل مع السفينة بمعرفته والقراصنة الموجودين بسوريا وعددهم كثيرين أن أدخل شخصية سياسية وهو محافظ طرطوس في العام 2010، وراسلنا بذلك عبر الإيميل الخاص بنا. هذا المحافظ حاول إلغاء شركتنا وأقام شركة بديلة لها تزع كرز مارين في بنياس، وكان يهدف من ذلك أن يلغي شركتنا ويسيطر على الشريك بالكلية. معروض أمام حضراتكم صورة هذه الشركة. لما فشل هذا المحافظ في يونيو 2010 أشار على شريكي باستشارة محامي تونسي مقيم في طرطوس من سنوات طويلة بعرض الأمر عليه، فأشار هذا المحامي لابد أن تخبر الدولة بهذه الوقائع بالكلية، وسلم هذا المحامي الشريك إدارة أمن الدولة بكفر سوسة بدمشق في يوليو 2010. شرح لهم بالكامل ما حدث بداية من كيفية شراء السفينة وكل المواقف اللي عرضنا بعض منها سابقا، فراسلونا عبر الإيميل الخاص بي وطلبوا عدم إخبار أحد بذلك، ففهمت بدون شرح استحيائهم من مواقف السلبية من أمنيين سوريين كثر بهذه المشكلة، وألا تأخذ مصر خبر بهذا الموقف لدفع الحرج عنهم. ودليل الإيميل الخاص بهم بيتواصلوا به معايا كان طلبوا خدمة لأحد أصدقائهم
على نفس الإيميل، فرددت فأبلغوني هذه الخدمة لا تؤدى على هذا الإيميل، لأن هذا الإيميل إيميل الخاص بالشغل. أنا بقول هذه الكلمة لئلا ينكر علي أحد ما أقول، وعندي السند بذلك. في مساعيهم تأكدوا من صحة الملكية للسفينة باليونان حيث هي مشتراه من هناك، وأبلغوني في 4 أغسطس 2010 إن هذه سرقة واضحة، وطمأنوني بمساعيهم، وأن الأمر يبدو صعبا لكن ليس مستحيل بالنسبة لهم للوصول إلى حقنا. وطلبوا مني صور شهادة البحرية للسفينة المضروبة التي نفذها الربان مروان حيدر، وأرسلت لهم ذلك، وأمام حضراتكم صور من هذه الشهادات. وطلبوا مني على التواصل الدائم حيث أنني المورد الرئيسي لهذه القضية وكوني صاحب الشركة. وطلبوا منا بعد ذلك صور مستندات الشركة التي بيننا أنا وشريكي بمصر، وطلبوا إلغاء الشركة التي أقامها محافظ طرطوس. وأمام حضراتكم كما ترون تسبب في هذه المشكلة عدد 53 شخص، 90% منهم أمنيين سوريين باللاذقية، بانياس، طرطوس، دمشق، حلب. فقد كنا كعب داير بين هذه الأماكن بصورة غير رسمية، أي تعذيب وأهانة خارج إطار القانون وبغير معرفة الدولة. وكان هذا يعطينا كثيرا من الطمأنة أننا سنصل إلى حقوقنا. وأشاروا إلى أن من يدعي نفسه الدكتور عمار المحامي سبب هذه الأزمات كلها أنه موجود وسيدفع الثمن، هو من ساهم في الغش والتزوير والكذب والسرقة. وطلبوا مني الاستعداد للسيطرة على السفينة في أفريقيا أو باليمن أكثر من مرة في 30 سبتمبر 2010، وقرروها في العشر الأوائل من أكتوبر 2010. فرددت عليهم باستعدادي للسفر، وأعطيت اسمي بالكامل حسب جواز السفر حسب طلبهم، وقلت لهم مع توقع سفري خاصة في هذا الظرف الهام إلى أي مكان في العالم أن يكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمصر. فألغوا الفكرة بالكلية. فهمت أن إدخال بلدي بصورة رسمية ويسبب لهم حرج، وعلشان كده لغوا الخطة وتحركوا بخطة أخرى تعتمد على ادعاء أن شريكي غطاس يحصلوا على شهادة غطس له من مصر في فترة أحداث الثورة المباركة 25 يناير، ولم أتمكن من حصولي على هذه الشهادة له. تابعهم هم وقدروا يسيطروا على السفينة كما أبلغوني في كوريا 2011 إبريل. وطلبوا تعيين ربان يدعى مصطفى صفوان النجار بتوقيعي، وأرسلت واستلم هذا الربان. وتعديل تلا ذلك لبند في عقد شركتنا أن شركتنا لبيع وشراء السفن. نفذت هذا التعديل في المحكمة في بورسعيد وأرسلت لهم، وكان الهدف من ذلك أن يقاضوا عن تأخير تسليم السفينة من 1/1/2010 حتى 11/4/2011. ونجحوا بالتردد على المحكمة بإيطاليا في ميلانو، لأن كان مشارك للربان على السفينة مروان حيدر دي مجموعة من الطليان مستفيدين. وتم الحكم في مطلع أكتوبر 2012 بتعويض قدره 2,937,000 دولار. وكان هذا في أكتوبر 2012. وللأسف الشديد وأكرر ذلك أنه في
5 يناير 2013 غادر الشريك إلى لندن، يفترض بحرص المسؤول عن ملف السفينة بالمحكمة أن يكون التعويض عبر لندن، فأخذ الشريك ووقع ببصمة العين في مكان يعلمه الجانب السوري والخارجية السورية، لأن مندوب من السفارة بلندن حضر في فندق في مطار هيثرو في لندن وأخذوا بصمة توقيع بالعين على أن هذا المبلغ يأتي إلى مصر، بداعي أن الشريك ما يقدرش يدخل لندن. وأنا أستغرب، هو دخل المطار أصلا إزاي ما يقدرش يروح للبنك؟ وفي توقيع بيتم يوم الأحد 6 يناير في فندق. فلما أبلغني الشريك، لأن كان طبعا تركين له تليفونه رومينج، فطلبت منه لغرابة الموقف أن يطلب مستند، خاطب مندوب السفارة وأحضره له في اليوم التالي يوم الاثنين 7 يناير 2013 ورقة بيضاء مكتوب فيها من بنك معين بريطاني شهير فرعه في ميلانو، مبلغ إلى لندن عبر نيويورك إلى إبراهيم شلبي. فطلبت منه التوجه إلى الريسبشن لإرسال هذا عبر الإيميل أو الفاكس الخاص بالفندق. رفض التعاون الريسبشن معه. لا أدري أصلا هم كيف أدخلوا الشريك في لندن وفي هذا الفندق. هل أدخلوه إنه عليه حجر علشان كده ما كانش فيه تعاون معه؟ وطبعا هم كانوا يسمعون اتصالي بي وطلبوا منه أن يرسل لي هذا المستند حتى وإن كان مش حقيقي، لأنه كان لا يحمل لا ختم أو توقيع أو حتى لوجو. أرسلوا الثلاثاء 8 يناير 2013 مندوب من شركة طيران السورية سحب هذا الورق بداعي إرسالها إليه في مصر، ولم يحدث للأسف ذلك. وأرجعوا الشريك اليوم التالي. ولهم أيضا موقف تاني عفوا عن ذكره الآن، كان كل ذلك الهدف التخلص من الشريك بعد ما أصبح المال في إيديهم. وأنا أستغرب، نحن كنا مع جهة رسمية، ولكن استغلوا ظروف اللي مصر السنة العصيبة الكبيرة اللي كان منها الجزء الأولاني النصف الأولاني من سنة 13، وأرسلوا لنا جوازات سفر 6 بحارة سوريين بداعي أن وزارة النقل محتاجة للسفينة لظروف سوريا الحالية التي تمر بها، فرحبنا بذلك. وقالوا أن بقية البحارة المصريين اللي هيبقوا على السفينة من مصر، ودول هيبقى حوالي 21 واحد، أي ال6 هم رجالهم والباقي مصريين. تتبعوا الظروف التي مرت عليها مصر للأسف الشديد في منتصف 2013، وتدحرج الموقف في نهاية أغسطس 2013 إلى سحب الشريك بدل من إتيانه إلى مصر. واختفى الشريك من هذا التاريخ في ظروف غريبة أبلغت بها رسميا القنصل العام السوري بالقاهرة في 3 سبتمبر 2013، وسمح لي بمقابلة المستشار القانوني لانشغال معالي القنصل يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، وسلمت مستندات كاملة ومذكرة كاملة بالموقف. وللأسف الشديد هو أعلمني باسمه محمد عبد السلام رضا أن الشريك ليس مختطف بسوريا ولا محبوس مع أي جهة، وأنه حر طليق بطرطوس، وأنه عليه بس قضية نفقة. فأنا كشفت عن ذلك، اكتشفت كذبه، وقررت عدم التواصل مع القنصلية لأن الشريك مخفي من وقتها في ظروف أمنية. تحولت إلى بلدي وتأملت فيها الكثير في 11 سبتمبر 2013، ومشكورا معالي الوزير وقتها نبيل إسماعيل فهمي أحال
شكواي إلى إدارة القنصليات بالوزارة، للأسف الشديد من مطلع استلامهم للشكوى لم يظهروا لي إلا شيء حقيقي وحيد، أنه يوجد سفينة سورية تدعى سوليد لصاحبها سنهدان درغام، وهذه السفينة لها مشكل في مصر في مكان ما. أتحفظ على الجهة لأن اطلعت على المستند وعلى مكان السفينة وقتها لا أقوله، ولكن اسم السفينة مظبوط وصاحبها اسمه مظبوط. وقالوا أن هذه السفينة مرهونة بعد إنهاء مشاكلها في مصر بالتسليم للسوريين نظير سفينتنا، وهذا الأمر لم يحدث إلى الآن. أنا سردت هذا الموقف كله وفي أحداثه الصعبة في 2014 وفوجئت بمكالمة من شركة أمنية أجنبية غربية لا أدري من أين حصلت على التليفون الخاص بي أو تعرف مشكلتي وعرضت المساعدة. وأنا مش عايز أقول نادم أنني رفضت التواصل معهم الوصول إلى حقوقي، على أن بلدي ستأتي لي بحقي عند الجانب السوري. ومضت الأيام ودي سنين طويلة، وفاجأ بعد أكثر من سنتين من إخفاء الشريك بإدارة أمن الدولة بدمشق أن يخرج على تفاهم بينه وبين دولته. لا أعرف قصة التفاهم، ولكن إنه بقاله أكثر من سنة الآن في دولة أوروبية مرحبة باللاجئين ويعيش وله أملاكه وله حياته الخاصة وله سعادته، ولكن ترك لنا في مصر الغصة الكبرى. إنني أناشد حضراتكم بصفتكم كبيرنا رئيسنا الذي نعتز به والذي يحرص على كرامتنا أن نزكي حضرته. كرامة مصر ضاعت في عدم رفع العلم على سفينة 10,000 طن كان مفروض تضاف للحملات المصرية، ولم يحدث، وحنس بذلك الجانب السوري. كرامة مصر بالمستندات والأوراق سواء في المحكمة بعقد الشركة أو السجل التجاري أو بطاقة الضريبية الخاص بالشركة أهدرت، وساعد في ذلك الموظف المسؤول بإدارة القنصليات بالخارجية. كرامة مصر بالتعويض المالي البالغ 3 مليون دولار تقريبا، ولم يصل مصر منذ أكثر من 4 سنوات. أين حقنا فيه؟ نحن لنا نسبة 51%. كرامة مصر في الأصل جسم السفينة، أين هي؟ كرامة مصر في استمتاع الجانب السوري واستفادته من السفينة منذ أكثر من 4 سنوات تعمل لصالحه وتعمل لصالح وزارة النقل البحري السورية، ودي إيجارات مبلغ يتخطى 5 مليون جنيه، 5 مليون دولار. يعني احنا بنتحدث في مبلغ يربع على 10 مليون دولار. نسى الجانب السوري الوفاء والأمانة والإخلاص الذي حدث مني في الوثيقة للوكالة العامة الصادرة عن وزارة الخارجية السورية في 2007 ومصدقة بالسفارة المصرية بدمشق لحمل الأمانة عن الشريك في كل ما يملك وكل التصرفات. وللأسف الشديد ذهب سدى الأمانة والإخلاص والتفاني، وبقى الحسرة والديون والالتزام والحرج وانتظار شركاء لعمل مفروض على السفينة حال وصولها مصر. حتى الآن أضع الأمر أمام حضرتك للتصرف، وأعتبر تدخل سيادتكم غير ما قلت من أمور تعيد لنا الكرامة والحقوق كمصريين والكشخصي
وأعتبر تدخلكم هو تأويل نور طلة الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان. أنتظرها وأحلم بها، وأسأل الله أن تطل عليه كرامته وأنواره على بلدي مصر الحبيب والوطن العربي في ظل قيادتكم الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.